يتضاعف اضعاف ما هو موجود حاليا. كل شيء ارتفع، يعني يا ريت يرتفع 100%، يا ريت 150%، يا ريت. ليه قبل شويه كان سمعت المحدث يقول توه بحق الريال. يا مايا ثرني انا شو مسويه في حق سعود؟ انا كل ما اتصل به على موبايله يرن لين ما ينقع، وساعات يعطيني مغلق، وتليفون الدوام تدريبه لو نتصل لين ما نتصل ما حد يرد علينا. يا مايا انا عيست صدقي، البيت ما مر عليه من 3 أيام، هل يسألوني عنه؟ امي دام نشتقرين الريال وتعذبينه لازم بيكره عمره بيكره حياته. شرات المسلسل هاك مالك خليتي الريال يشرد. يا مايا لا تحاتين، يمكن عقب الدوام يمر على مكتب من المكاتب اللي يصيرها كل يوم العصر، يمكن حد يرد علينا ويطمنا. المراجعين يخافون اخر الدوام، لكن رنة التليفونات هاي تتم لين ما نقفل باب الدائرة. شو الحال هاي؟ اي والله صدق. سعود؟ ايه انا بقول لك شيء بصراحة. اشوفك مالك نية ترد البيت. طبعا سوالفكم اهم من ردكم على اتصالات المراجعين، وانا اتحراكم ما تردون من الزحمة اللي عندكم. يا اخي مو باقي الدوام نص ساعة عمر. عيال ما تلامون دام ياكم تعميم اخر نص ساعة سوالف للموظفين. رمسوني بعقل، استوالي 5 أيام وانا ادق لكم من الفجيرة من بداية الدوام لين اخر دقيقة. بس اخوي ويوم يأست يود دربي وانا جاي من الفجيرة، وهم اتصل فيكم وبعد ما في فايدة. مالي اخوي، انت الحين وصلت امر. اريد اعرف شو المطلوب من هالمعاملة، ولو رديتوا كان خبرتوني بالتليفون. السلام عليكم اخويا، انتو البث المباشر؟ كيف حالك اخويا؟ اخويا داق انا ابغي اشتكي. هي نعم بشتكي، ابغي اشتكي من اهمال التليفونات في مواقع العمل. هي نعم، وعندي الخبر كله. هي نعم، وبعد بخبرك باسم الوزارة واسم الادارة اللي انا اعنيها. هي نعم ان شاء الله، ان شاء الله اخويا. يلا انتظركم انا. والله عليكم انتم جايز لكم هالفضايح هذه. لا وين في البث المباشر بعد؟ لو شو يقولون او ان احنا ادارتنا مر على المراجع. يا استاذ بس اللي يسمعهم الحين باقي الوزارات والدوائر يردون، يرفعون ضغطك ويحطون لك هالمسجل. اضغط 1 واضغط 2 و3. اسمع، انا مالي لا بالزين ولا بالشين، فهمتوا علي؟ سمعوا، انا من الحين وساير ما ابى الا اول ما يرن التليفون عندكم تردون على المراجعين، فهمتوا علي؟ يلا على مكاتبكم. يا ولد عمي الحين بتنصاد. هذه انت عيل الساحرة اللي متصلة في البث المباشر؟